أحداث فيلمنا بتبدأ بأحداث بتحصل في مدينة أسبانيا حاليا، والأخبار اللي بتتكلم عن إن الموارد الغذائية اللي موجودة على كوكب الأرض بدأت إنها تقل وبتنتهي، وبالتالي بعض الحكومات واللي منها حكومة أسبانيا بدأت إنها تاخد إجراءات علشان تحدد النسل في البلد وتقلل عدد السكان علشان الموارد اللي موجودة تقضيهم. فالحكومة بدأت سياسة إنها تتخلص من أي مولود جديد، بس بنعرف إن في دول تانية كانت ضد القرار ده، وبعدها بنتعرف على واحد اسمه نيكو ومراته مية، والاتنين بيكونوا موجودين في مرفأ المينا، وكان معاهم ناس كتير، وكان من الواضح عليهم ان هما بيحاولوا ان هما يهربوا من اسبانيا، وبيوصلوا للمهرب اللي متفقين معاه علشان يبدأ انه يهربهم. بس المهرب بيطلب من نيك فلوس اكتر من اللي دفعها له قبل كده، فنيك بيضطر ان يديله خاتم الجواز بتاع مراته لان ده اخر حاجة هو بيملكها. وبعدها بيدخلوا جوه الحاوية اللي هيهربوا فيها، ولما بيدخلوا الحاوية بيشوفوا ناس كتير هربانين معاهم، ومية بتكون حامل وبتكون قلقانة لانها في الشهور الاخيرة من الحمل، بس جوزها بيطمنها وبيبلغها ان كل اللي بيمروا بيه هيعدي وان حياتهم هتستمر مع بنتهم الجديده اللي في انتظارها. بس مية بتكون مستغربه جوزها وثباته الانفعالي اللي هو فيه رغم كل ظروف الخطر اللي هم بيمروا بيها. وبنفهم من كلامهم مع بعض ان كانت ليهم بنت تانية بس الجيش اخدها منهم، ومية بتسال جوزها في حاله اذا كانت بنتهم لسه عايشه لغايه دلوقتي وهم بالشكل ده هيسيبوها ويهربوا من البلد. بس نيك بيبلغها ان بنتهم ماتت من لحظه ما اتاخدت منهم، وده لان الجيش مش بيسيب طفل عايش بعد ما بياخدوه من اهله. وفجاه وهم بيتكلموا بيحس كل الموجودين بحركه وخبط في الحاويه، ومره واحده العربيه بتقف، وساعتها كلهم بيكونوا خايفين الا يكونوا انكشفوا، وساعتها كلهم هيموتوا ومحاولتهم في الهرب هتفشل. ونيك ساعتها هيقرب من باب الحاويه وهيحاول يعرف ايه اللي بيحصل بره، بس مره واحده باب الحاويه بيتفتح وبيتفاجئ بناس كتير بتدخل الحاويه، وبسبب التدافع اللي بيحصل مية بتقع على الارض، وبيحاول نيك انه يوصل لها. بس في الوقت ده المهربين بتؤمر الناس اللي دخلت الحاويه انهم يقسموا نفسهم فرقتين، وبسبب الهرج والمرج اللي بيحصل بيبدأ المهربين ان هم يهددوا الناس بالسلاح اللي معاهم علشان يخرجوا من الحاوية ويقدروا ان هم يسيطروا عليهم وعلى تصرفاتهم. وساعتها نيك هيكون في موقف صعب لانه مش قادر يوصل لمراته، وفي نفس الوقت المهربين بيرغموه انه يخرج من الحاوية بقوة السلاح، ونيك بيحاول انه يقنعهم ان مراته موجودة جوه الحاوية وانه لازم يكون معاها، بس بيضربوه بيخرجوه من الحاوية بالقوة وبينقلوه مع الناس اللي نزلت للحاوية التانية. ومية بتحاول انها تنادي على جوزها بس بتشوفه وهو داخل الحاوية اللي قصاد منها، وساعتها مية بتاخد بالها من لون الحاوية والرقم اللي مكتوب عليها وبتحفظ شكلها كويس. ومية بتكلم جوزها في التليفون وتبلغه انها خايفة بسبب اللي حصل لهم، بس نيك بيحاول انه يطمنها وبيوعدها انهم هيتجمعوا تاني مع بعض وانها تتماسك وما تقلقش. وبعدها الحاوية اللي فيها مية بتتحرك من جديد، واثناء ما كانت العربية في طريقها بتعدي العربية اللي فيها مية على كذا مدينة، ومية بتشوف من الثقوب اللي في الحاوية حالة انفلات الامن اللي في الشوارع وان في ناس كتير بتموت في الشوارع. بس العربية بتفضل ماشية على طريقها لغاية لما بتقابل العربية اللي فيها الحاوية كمين على الطريق، وظابط الجيش المسؤول عن الكمين بيبدأ انه يسأل السواق عن نوع الحمولة اللي معاه، والسواق ساعتها هيوريه الاوراق بتاعة الحاوية، بس الظابط بيطلب من الجنود بتوعه ان هم يفتحوا باب الحاوية علشان التفتيش. وفعلا العساكر بتتمكن انها تفتح باب الحاوية، بس الظابط لما بيدخل الحاوية بتكون فاضية، فبينزل الظابط من الحاوية ويفضل يلف حوالين العربية، والظابط بيحس ان طول الحاوية من جوه مش نفس طولها من بره، فبيخمن الظابط ان في جزء مخفي من الحاوية، فبيدخل الحاوية من جديد وبيخبط على الجدار بتاع الحاوية اللي الناس اللي هربانة مستخبية وراه، والظابط بيقول لهم انه متأكد ان هم مستخبيين ورا الجدار، وبيطلب منهم ان هم يخرجوا بنفسهم بدل ما ينهي حياتهم كلهم. والناس المستخبية مع مية بيبان عليها مظاهر الخوف والرعب بسبب اللي ممكن يحصل لهم، وبيفضل الظابط يهدد فيهم ويطلب منهم ان هم يخرجوا من نفسهم لانه عنده اوامر بضرب النار على اي مدني بيحاول انه يهرب، وانهم لو خرجوا من نفسهم هيسيبهم يعيشوا، بس بسبب خوفهم كلهم بيفضلوا متثبتين في مكانهم. في الوقت ده بتقرر مية انها تطلع تستخبى فوق صندوق جوه الحاوية، ومية بتطلب من واحدة من الموجودين انها تطلع جنبها، بس في نفس الوقت ده واحدة من الهربانين هتفتح باب الحاوية، والظابط بمجرد ما بيشوف الباب بيتفتح بيضربها بالنار، وبيأمر العساكر بتوعه ان هم يتخلصوا من كل الناس المستخبية لغاية ما كل الموجودين بيموتوا ما عدا مية اللي بتكون مستخبية فوق الصندوق، وبتفضل مية حابسة انفاسها من الخوف بعد ما شافت كل اللي كانوا معاها اصبحوا موتى. والظابط بيأمر العساكر بتوعه ان هم يتخلصوا من الجثث وينظفوا الحاوية، ومن حسن حظ مية ان العساكر مش بتلاحظ وجودها على ظهر الصندوق، وبعدها العربية اللي فيها الحاوية هتبدأ انها تتحرك تاني، وساعتها مية هتخرج تليفونها علشان تكلم جوزها وتطمن عليه، وهتبعت له رسالة تشرح له فيها اللي بيحصل وتطلب منه انه يستخبى لان الجيش بيقتل المدنيين اللي بيحاولوا ان هم يهربوا. ومية بعدها بتلاحظ انها بقت في المينا والحاويات بتتشحن على ظهر المركب، وساعتها هتحاول مية انها تتصل بجوزها تاني علشان تعرف هو فين، بس تليفونه بيكون مقفول. واثناء ما كانت السفينة اللي عليها الحاوية في عرض البحر
بتقوم عاصفة قوية جدا والأمواج بتكون عالية لدرجة إنها بتشيل السفينة من مكانها وبتحطها. فمية ساعتها بتحس بالرعب وبتفضل تستغيث بعمال السفينة علشان يلحقوها وينقذوها، بس محدش بيحس بيها ولا بيسمعها. بسبب العاصفة كل الحمولة اللي كانت على السفينة بتقع في البحر. وبعد ما العاصفة ما بتهدى بتفوق مية وبتشوف من الثقوب اللي في الحاوية إنها في عرض البحر، ومش بتشوف حوالين منها غير شوية الحاويات اللي واقعين في المية. بس مية بعدها بتسمع صوت صريخ جاي من بعيد، ولما بتبص من الثقوب اللي في الحاوية بتشوف الحاوية اللي فيها جوزها، وبتعرف إن صوت الصريخ اللي جاي من بعيد ده بسبب الناس اللي محبوسة جوه الحاوية. وبتشوف مية الحاوية وهي بتغرق في المية، وكل اللي فيها ما بيعرفوش يخرجوا منها لأنها بتكون مقفولة عليهم من بره. فهتتصل مية بجوزها بس التليفون بيكون مقفول، فبتفهم مية إن بالشكل ده إن جوزها أكيد غرق ومات. ومية بتلاقي معاها شوية مية وأكل بسيط جدا، بس مية بيكون عندها مشكلة، وهي إنها مش عارفة هتقعد قد إيه في المكان ده لغاية لما حد هيقدر إنه ينقذها. ولما بتدور مية جوه الحاوية على أي حاجة ممكن تساعدها مش بتلاقي أي حاجة مفيدة بالنسبة لها، لأنها مش بتلاقي غير صندوق هدوم وصندوق مليان علب بلاستيك فاضية وسماعات وأزاز خمرة. وساعتها هتحس مية باليأس وهتفكر إنها تنهي حياتها بإيديها. بس في الوقت ده بنتها اللي في بطنها بتحس بحركتها وتخبطها في بطنها، وبتحس مية إن بنتها بتبلغها رسالة، وهي إنها تقاوم علشان تعيش وما تستسلمش بالسهولة دي. وبتبدأ مية فعلا إنها تسد الأخرام اللي موجودة في الحاوية علشان تقلل دخول المية، وبتحاول بعدها إنها تخرج المية اللي موجودة في الحاوية. بس بتتفاجئ مية إن تليفونها بيرن، واللي كان بيتصل بيها هو نيك جوزها، وبتعرف منه إنه ما كانش على الحاوية اللي غرقت لأنه خرج من الحاوية قبل ما تتشحن على المركب، وإنه مازال في أسبانيا لغاية دلوقتي. وساعتها مية بتحكي له عن اللي حصل لها وإنها وحيدة ومحبوسة جوه الحاوية في عرض البحر. بس نيك بيطلب منها إنها تتماسك وهو هيحاول إنه يطلب لها المساعدة. وبعدها الحاوية اللي فيها مية بتتعرض لعاصفة، وأثناء ما كانت مية بتقاوم العاصفة جوه الحاوية بيجي لها طلق الولادة وبتولد بنتها اللي بتتولد بصحة كويسة. وبتحاول مية إنها تهتم بيها وتعتني بيها وتأكلها. ومية بتلاقي شنيور فبتستخدمه إنها تعمل فتحة في السقف بتاع الحاوية علشان تعمل من خلاله فتحة تقدر تخرج منها بره الحاوية. وبتمر الأيام على مية وبنتها جوه الحاوية، وبيبدأ الأكل والمية اللي معاها يبدأوا إن هم يخلصوا. وفي يوم من الأيام مية هتلاحظ إن في مية نازلة من سقف الحاوية، فبتفهم ان المية اللي نازله دي من المطر، فبتستخدم العلب البلاستيك علشان تحوش فيها المية علشان تقدر انها تشرب منها. وبعدها مية هتبدا انها تستخدم الحبال اللي كانت مربوطه بيها الصناديق الخشب عشان تقدر بيها انها تتني الصاج الحديد بتاع الحاويه وتقدر انها تخرج منها بعد ما عملت فيها الخرام على شكل مربع. وفعلا مية بتنجح انها تفتح الفتحه وبتطلع بره الحاويه وبتشوف ضوء الشمس اخيرا بعد ايام من حبستها جوه الحاويه. ومية بتكون حاسه بالجوع بسبب انها بقالها ايام ما اكلتش حاجه، فهتفكر انها تصطاد سمك من البحر علشان تقدر انها تاكله. بس كل محاولاتها في الصيد بتفشل، فبتفكر انها تستخدم اسلاك السماعات الكتيره اللي موجوده جوه الحاويه علشان منها تعمل شبكه تقدر انها تصطاد بيها السمك. وفعلا بتنجح انها تصطاد كميه كبيره من السمك لدرجه انها بقت تخزن منه في العلب البلاستيك اللي معاها. وفي يوم من الايام ومية على سطح الحاويه هتشوف طياره معديه من فوقيها، فبتنزل وبتكسر شاشه من شاشات التلفزيون علشان تستخدمها كسطح عاكس للطياره علشان اي حد يلاحظ ويشوفها ويقدر انه ينقذها. بس بسبب انها كانت مستعجله وهي طالعه رجليها بتنجرح في صاج الحاويه الحديد، بس بتكمل وبتحاول تبعت الاشاره للطياره، بس محاولتها برضه بتفشل والطياره بتبعد عن المكان اللي هي فيه من غير ما حد يشوف اشاره الاستغاثه اللي كانت بتبعتها. وبعدها مية بتخيط الجرح اللي في رجليها وهي بتتألم منه جدا وبتطهر رجلها بالكحول. بس مع مرور الوقت بتلاحظ مية ان الميه اللي جوه الحاويه بتزيد وبتبدا انها ترتفع. وفي ليله من الليالي تليفون مية بيرن ونيك بيكلم مية وبيتاسف لها انه عجز انه يساعدها وانها لازم تتصرف لوحدها وتنقذ نفسها لانه حاليا مصاب برصاص وبيموت، وانه بيكلمها علشان يودعها قبل ما يموت. وبيعرف منها انها خلفت بنت فبيوصيها عليها. وبعدها بكام يوم مية بتعرف ان الحاويه خلاص قربت انها تغرق بسبب المياه الكتير اللي دخلتها، فبتبدأ انها تصنع مركب من الصناديق البلاستيك اللي معاها وبتحط بنتها جوه صندوق خشب صغير. بس بتلاحظ مية وجود طائر النورس على الحاوية قدامها، فبتفهم انها بالشكل ده قريبة من الارض وبيبدأ الامل يتجدد جواها من جديد. واثناء ما كانت مية بتصارع المية علشان تعيش هي وبنتها بتبدأ انها تحس بالتعب وبيغمى عليها. وفي الوقت ده بتظهر عيلة على مركب صيد وسط البحر، والبنت اللي على المركب بتاخد بالها من طيور النورس الكتير اللي متجمعة حوالين حاجة وسط البحر، فبيقربوا من الصندوق الخشب علشان يلاقوا البنت الصغيرة فيه. وبيستغربوا ان في بنت صغيرة وسط البحر لوحدها، بس بيلاقوا حبل من اسلاك السماعات، ولما بيشدوا الحبل ده بتكون مية متعلقة في اخره تحت المية،
بيخرجوها من المية وبينقذوها لغاية لما مية بتفوق، وأول حاجة بتعملها إنها بتحضن بنتها اللي أخيرا نجت بيها من المحنة الصعبة اللي كانت فيها. وبينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في الفيلم في تعليق. وسلام.